ثقافة النصر موجودة من سنوات، اللي هي التضخيم، مسألة التضخيم للاعبين حتى لو ما لعب إلى الآن ما لعب. فعندما تضخم توصل الأمور إلى، تكررت مع حمد الله حتى بات يشكل صاحب قرار في النادي، وبعد ما ذهب انقلب عليه ظهر المجن وأصبح يوصم بالخائن، وهو الذي كان أن يكون أسطورة أو أحد أساطير النادي. في أطروحات إعلامية نصراوية في عز تواهج حمد الله جعلوه الأفضل في تاريخ النصر وفوق ماجد عبد الله. مثل هذه الأطروحات طرحت، كان نفس الأمر يتكرر مع تاليسكا، يوجد حماية له بشكل غير طبيعي حتى يشعر اللاعب بالفوقية، وينقلب هذا الأمر على مستوى الفريق. والمفروض أنه يكون فينا الثقافة النصراوية ما فيها توازن معدوم، يا تمجيد إلى درجة الغلو في المدح، يا هجوم أو انتقاد لدرجة تقليل منه، سحق. هذا المصيبة العظمى أنه ولا أحد انتقد تاليسكا ماذا يفعل في الملعب. وأن ثقافتكم فقط التمجيد والتضخيم تمام، او انه انت تكون الطرف هذا وجهه نظر. انت الحين يحق لك انك ترد. هي القصد اللي قبل شوي انه انت تقول لما يصير في نجم يبدع لابد اني امدحه. هو كلامه المبالغه في هذا ثقافه موجوده في الكيان دائما، وهي مره ولا 60 مرة. انت ترى انها مين موجوده ابدا. من حقك تقول، بس ما تحقق انك تقول اني في رأيي سأل النصر. هذا رأيي. أنا قاعد. أنا أرى أنه يساعد النصر. لا حلوة ذي يساعد. أنا أرى أنه أنت لما تقول أن ثقافة نادي النصر التمجيد وعدم الدراية وعدم الوعي الفني وعدم الإدراك الفني، لا ما قلت ذاك من تضخم اللاعبين. هذه إساءة. هذا الكلام اللي أنت قلته أنا ما قلته. هذا فهمته أنا. هذا فهم الكلام. قل على فهمك، لكن ما على كلامك. أنا قلت النصراويين وهذا الكلام مشاهد. نادي معليش خلنا نادي من الأندية يروح لاعب يروح يحيي حفلات ويجلس الشهر في بلاده عن العلاج وبقية اللاعبين يتعالجون في النادي، هذا اللاعب عطي أكبر من حجمه. طيب. والكل قاعد يجد عذر لهذا اللاعب، ويا ويلك تقول هذه من التمجيد اللي حصل عليه والحماية اللي حصل عليها تاليسكا ما أعطيت لأسبينا وهو الأشهر من عالميا.